عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان في قناة تفانين منوعة. أحب أرحب بكم في جروب صفحة تفانين منوعة على الفيسبوك. إن شاء الله النهاردة هنعمل المفرش ده مع بعض. يا رب يعجبكم. مفرش جديد شكله شيك جدا. أنا مستخدمة فيه خرز مقاس 8 شفاف. وزنه يعني معقول، مش كبير، وزنه 300 جرام. مستخدمة فيه ألوان الأصفر والأخضر والأحمر والأبيض. الخيط مقاس 50. زي ما قلنا الوزن 300 جرام. الأبيض 35 جرام، الأصفر 40 جرام، الأحمر 25 جرام، والأخضر 200 جرام، والقطر بتاعه 40 سنتي. نعمل الورشة مع بعض وإن شاء الله تبقى ورشة سهلة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ الورشة بتاعتنا. هناخد 4 خرزات، أخضر أحمر أخضر أخضر بالترتيب ده كده، والطرف اللي ناحيتك اللي هو فيه الاتنين الخرزتين الأخضر عشان هنعمل العقدة في واحدة من الخرزة الخضراء من الاتنين دول. بتلفي كده، هنشتغل طبعا بطرفين وعقدة. هتلفي وتمرري طرف الخيط في نفس الخرزة اللي كان طالع منها، وادي العقدة اهي او الخيط لف على الطرف التاني بالشكل ده. انا بقول بالتوضيح شوية عشان لو في حد لسه مبتدئ معانا يعرف احنا بنعمل ايه. دي اسمها غرزة رباعية مكونة من 4 خرزات. انا هبدأ الوحدة بتاعتي هنعمل شريط. الشريط ده عبارة عن 9 خرزات او 9 مربعات. بنشتغل 8 و9 بنطلع بيها. دي عموما في اي شريط بنعمل كده، بتسيبي اخر خرزة عشان تطلعي بيها. دلوقتي الطرف الشمال ده طبعا زي ما انت حابة بتاخدي خرزة خرزة او على حسب ما بتعرفي، بس انا هحط ترتيب الخرز. هنحط 2 من اللون الاخضر، وبعدين واحدة اصفر، وبعدين 4 اخضر، يبقى كده 7 خرزات. ادي 2 4 6 7 ومعايا واحدة 8 ولسه التاسعة هنشتغل بيها. بعد كده هنشتغل غرزة رباعية. هتاخدي في الطرف اليمين خرزتين من اللون الأخضر، وبتاخدي من الطرف الشمال خرز. برضو الطرف اليمين هتحط فيه خرزتين من اللون الأخضر، وبتاخدي من الطرف الشمال خرزة. هناخد بعد كده في الطرف اليمين خرزتين بس، هناخد واحدة خضراء وواحدة صفراء. أخضر أصفر. بعدين هناخد من الطرف الشمال الخرزة اللي هي الصفراء وهنعمل العقد. بعد كده هاخد خرزة من اللون الأصفر وخرزة من اللون الأخضر، واخد واحدة من الشمال طرف الشمال واعمل العقد كده. طبعا اهم حاجة ان تكون العقدة في نص الخرزة عشان الشريط يطلع مظبوط. بعد كده هنشتغل خرزتين، نحط في الطرف الشمال خرزتين من اللون الاخضر، قصدي الطرف اليمين خرزتين من اللون الاخضر، وهتاخدي من الطرف الشمال خرزة
اللون الأخضر برضو هو الطرف الشمال بس بتاخدي خرزة منه واحدة بس، والطرف اليمين انت اللي بتحطي فيه الخرزتين. تمام كده. بعد كده هناخد واحدة حمراء، واحدة من اللون الأحمر، واحدة من اللون الأخضر كده. وتوزيع اللون الأحمر ده بيبقى عشوائي يعني زي ما انت حابة. بعد كده احنا اشتغلنا كده 1 2 3 4 5 6 7، المفروض في 8 وفي التاسعة. احنا لو بتشتغلي شغل عادي هتشتغلي التامنة دي وبعدين التاسعة بتطلعي بيها، بس هنا انا هشتغل يعني هنا كده ادي التامنة، احنا كنا بنشتغل زي ما قلت التامنة وبعدين التاسعة نطلع بيها، لا انا هشتغل هنا التاسعة الاول عشان خاطر انا عايزه الخرزه هبدا انقص والخيط يطلع لي من الخرزه الثانيه مش من الخرزه الاخيره. فانا كده في ادي خرزه هي محطوطه اللي هي زي ما هي كده، ده كان الطرف الشمال، احط عليها خرزتين من اللون الاخضر، واحده من اللون الاحمر، واحده من الاخضر، الترتيب ده كده. وهتيجي الطرف اهو كده، واخر خرزه اللي انت حطيتيها هنا دي او اول واحده تعتبر اخر خرزه من تحت كده هتمرري فيها الخرز عشان كده تعملي الخرزه اللي هي رقم 9، وفي نفس الوقت هيبقى الخيط طالع لي من الخرزه اللي هي رقم 8. كده هنحط بس خرزه خضراء عشان كده الخيط طالع لي من 3 خرزات، انا احط واحده باللون الاخضر. ندخلي العقدة في نص الخرز اهي بقى بالشكل ده. يبقى انا كده عملت 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ادي التسع مربعات. اشتغلت التاسعة قبل التامنة عشان انا عايزة الخيط يطلع لي من التامنة عشان هبدأ انقص. تمام كده. بعد كده هنحط 3 من اللون الاخضر، بالشكل ده كده. الطرف اللي تحت بتمرريه في الخرز بس طبعا اخر خرزة مش هنمرر فيها لان مش هنشتغل فيها. كده مررنا اهو بالشكل ده كده. بعد كده هنشتغل هنحط 2 اخضر، وبعدين 2 اصفر، وبعدين 2 اخضر، وبعدين 2 اخضر تانيين،
وبعدين كده هنا هنبدأ ننقص تاني، فطبعا مش هنشتغل دي، احنا عايزين الخيط يطلع منها، فهنشتغل دي الأول. هنحط فيها 2 أخضر، دي هنحط فيها 3 أخضر عشان دي الخيط طلع لي من خرزة واحدة بس، هنحط 3 اهو. كده، ويبقى دي فاضل فيها خرزة باللون الأحمر. يبقى كده أنا طلعت الخيط عشان السطر ده اللي جاي هبدأ أنقص فيه، وطلعت الخيط من الخرزة الحمراء دي. تمام. بعد كده هنحط واحدة خضراء، واحدة صفراء، واحدة خضراء. طبعا الخيط هتمرريه برضو في الخرز، بس آخر خرزة مش هنشتغل فيها، مش هنمرر فيها زي ما اشتغلناش في أول خرزة، مش هنشتغل في آخر خرزة. وبعد كده هنحط 2 أخضر، وبعدين واحدة أحمر واحدة أخضر، بعدين 2 أخضر، هنحط واحد أخضر واحدة أصفر، يعني ادي الدور دي ادي أخضر وأصفر، وبعدين ايه أصفر وأخضر، هطفي قبل الساعة اللي قلت الخرزة دي مش عارفة. هناخد خرز أخضر وأصفر، وبعدين آخر خرزة هنلف الشغل كده عشان نشتغل بالطرف ده، وهنحط أخضر وأصفر. ادي بقى بالشكل ده كده.
السطر ده مش هننقص فيه، هنشتغل فيه كده كله. مرر الخيط في الخرز زي ما انت حابة بقى، تعرفي تشتغلي خرزة 2 في كله كده. وبعدين هنحط اخضر، 2 اخضر، وبعدين 2 اخضر، وبعدين 2 اصفر، بعدين هنلف الشغل بالطرف ده، هنحط 2 اخضر. السطر اللي جاي بقى هنبدأ نزود تاني، فزي ما عملنا في اول سطر هنعمل هنا تاني برضو. هناخد نحط خرزتين باللون الاخضر، واحدة من الاحمر، اخضر، وبعدين هنمرر الطرف هنا في الخرزة دي كده، وبعدين هنحط 2 اخضر، بالشكل ده كده. وهنمرر برضو الخيط في الخرز، بعدين هنحط اخضر اصفر، وبعدين اصفر اخضر، وبعدين 2 اخضر، وبالظبط زي ما عملنا قبل كده ان احنا عايزين السطر اللي جاي ننقص، هنشتغل الخرزة الاخيرة قبل الخرزة دي. يعني احنا المفروض السطر ده هنزود فيه زي ما زودنا هنا، تمام. فالخرزة دي مش هنشتغل عليها عشان الخيط يطلع منها، عشان بعد كده هننقص. هنشتغل دي الاول، تعملي كده تلفي الشغل، وزي ما عملنا في بداية السطر هتحطي 2 من اللون الاخضر، وواحدة احمر، واحدة اخضر، وبرضو هنمررها كده، نعملها غرزة منفصلة كده لوحديها كده، وبعد كده احط واحدة احمر. تمام، هتبقى بالشكل كده معانا. بعد كده هنحط واحدة اخضر، هنحط 3 اخضر،
بعدين هنمرر طبعا الخيط في الخرز. بعدين هنحط 2 اصفر و2 اخضر وبعدين طبعا اخر خرزة دي مش هنشتغل فيه، هنشتغل في دي بس احنا هننقص برضو، فهنشتغل دي الاخيرة ديت قبل دي. هنلف كده نحط 3 من اللون الاخضر وبعدين هنحط واحدة من اللون الاحمر. هتبقى بالشكل ده كده. بعد كده هناخد واحدة خضراء، واحدة احمر، قصدي اصفر، واحدة اخضر، وبرضو هنمرر الخيط في الخرزتين دول بس، عشان احنا قلنا ان منقصين من اول السطر، هنقص في اخر السطر برضو. وهنحط 2 من اللون الاخضر وبعدين نلف الشغل بتاعنا ونحط واحدة صفرا وواحدة خضرا. هيبقى بالشكل ده كده. هنرجع نحط 3 من اللون الاخضر وهنحط 2، طبعا هنمرر الخيط، هنحط 2 من اللون الاصفر بالشكل ده كده. وهنلف الشغل بتاعنا وهنحط 2 من اللون الاخضر. بقى بالشكل ده كده. برضو هنا هنزود غرزة، هناخد زي ما عملنا قبل كده، هناخد 2 من اللون الاخضر، واحدة من اللون الاحمر والاخضر، ونرجع برضو الغرزة اللي هي الزيادة دي الاضافية دي، هنمرر الخيط وناخد 2 من اللون الاخضر
هنمرر الطرف اللي تحت في الخرزتين دول، وهنحط واحدة خضرة واحدة صفرة، وبرضو زي ما عملنا هنشتغل الخرزة الأخيرة دي اللي هي الزيادة قبل دي، عشان هننقص بعد كده نطلع من الخرزة ديت. فهنحط هنا برضو الخرزتين اللي هما الأخضر، حط يعني 4 خرزات، 2 أخضر، واحدة أحمر، واحدة أخضر. برضو هنيجي هنا بالشكل ده كده، بالشكل ده كده، وارجع احط واحدة خضراء كده. انا عملت السطر اللي هو الزيادة. هنا هنحط واحدة عشان الالوان، هنحط اصفر مش اخضر. تمام. بعد كده هنشتغل تاني على الاصفر دي، هناخد واحدة صفرا و2 اخضر، طبعا همرر برضو الخيط في خرزتين بس عشان انا هنا بنقص، وبرضو هشتغل دي قبل دي. حط في دي خرزتين اللون الاخضر، 3 خرزات من اللون الاخضر عشان دي على خرزة واحدة كده. باي طرف بقى هتحطي خرزة حمراء، وبعدين اخر غرزة هنا هنشتغلها باللون الاخضر، بس هنشتغلها زي الشريط. هتحطي في طرف 2 وطرف واحدة عشان يطلع لك الخيط من النص، عشان لما تيجي توصلي يبقى الخيط جاهز معاكي للتوصيل. بالشكل ده كده. كده فاضل بقى الجزء اللي تحت. هتعدي، هتسيبي 1 2 3، وفي الخرزة الرابعة هنحط الخيط، هنمرره كده، وهتشتغلي برضو غرزة رباعية. تحطي 3 خرزات، طبعا دول هنعمل سطرين من الغرزة الرباعية من اللون الأخضر كده. وهنشتغل قلنا في ال3 خرزات اللي هم في النص بس، يعني هتسيبي 3 خرزات وتشتغل من كل جنب، وتشتغلي على 3 خرزات. قسمنا 1 2 3 1 2 3، هنشتغل على ال3 دول بس. تحطي خرزتين
نلف الشغل ونحط خرزتين تانيين في الطرف التاني، وهنعمل سطر كمان رباعي برضو باللون الأخضر. كده عملنا السطرين اهو. خلاص بقى بتقفلي الشغل كده، بتربطي، بتشدي العقدة في الخرزة وبتمرري الخيط في خرزتين 3، وبكده يبقى الوحدة معانا خلصت. وبنعمل منها 8 وحدات، هنعمل 8 وحدات بالشكل ده.